كلمنا على ظروف الماتش الاول وبعدين نقول لي تشكيل الاهلي. خلينا نتكلم بس ان الماتش ده المدرب اللي يخسر هيروح. يعني ايه هيروح؟ يعني مدرب بيراميدز ما جاش السنه دي وخد افريقيا ومن ساعتها لسه ما رجعش. لسه فرحان بافريقيا. لسه اه اللعيبه اصلا حاسه ان هي وصلت لليفل. انا عملت بقى اللي انا مطلوب بالظبط مني. اه. انا وصلت الدوري اخر ماتش بقى على 3 نقط بيني وبين الاهلي، ولو ممكن يتحكمني ولا ما يتحكمليش يعني نطلع بره القصه دي. اه مين بطل الدوري؟ بس هو الفكره ان هو بقاله سنتين ثلاثه بينافس على الدوري، ملوش دعوه اهلي وزمالك، انا بنافس ان انا صحيح اخد الدوري. صحيح. والفرقه كانت مستنيه انها تاخد بطوله كبيره عشان اللعيبه تحس ان احنا الفلوس اللي احنا بناخدها دي احنا بنعمل بيها حاجه. يبرروا للاداره الفلوس اللي يبرروا بياخدوها. للاداره الفلوس اللي هو ما ايه بياخدوها صحيح بالظبط كده. صحيح. فهم وصلوا ان احنا خلاص خدنا. انتوا عايزين مننا إيه تاني؟ اه احنا احسن من الاهلي واحسن من الزمالك واحسن من اي فرقه في مصر. اه. عملوا صفقات؟ ما عملوش صفقات. هم جابوا ايفرتون، الاهلي كان بيفاوضوا السنه اللي فاتت لاعبي وكان عايز برازيلي اه. يجيبه اللعيب البرازيلي دوت. اه انا شايفه لعيب كويس ان هو ما جاش الاهلي. والله. كان هياخد مرتب كبير وكنت هتشتريه برقم كبير. ومش شايفه الكواليتي اللي هو برازيلي زي كينو مثلا اللي جه من 5 سنين اول ما بيراميدز اتعمل. طبعا طبعا. وكان بيقعد لعيبه الدوري الاهلي كلها، لعيبه اهلي زمالك اي فرقه في الدوري المصري كانت بتقعد قدامه. هو لعيب صح برازيلي. صحيح. مم. هو لعيب فعلا كواليتي ما حصلش. لكن هتيجي تتكلم كمثلا لعيب برازيلي ايفرتون، لا انا حاسه لعيب عادي، لعيب ما يدفعش فيه الارقام دي يعني. ماشي بس انا شايف ان اصلا الحكم بدري على لعيبه كتيره، لعيبه يعني بنصيطها وبنقول لعيبه جامده، وفي لعيبه كتيره بنقول عليها لعيبه. انا شايف ان بيراميدز هيفوق بس لسه قدام هو، يعني لسه الاداره محتاجه تشد على اللعيبه تاني، فاهم؟ هتشد عليهم تقول لهم يكسبوا الدوري؟ اه طبعا. ماشي يا عم، احنا خدنا افريقيا. لا ما احنا ده احنا لعيبه كبيره. انا وصلت. انا عايز انت عايز تقول لي ان انت مثلا لعيب كبير وعايز بطوله وبتاع، طب انا جبت لك بطوله. اللعيبه هناك، الاداره. ما فيش جماهيريه بتحرك النادي. بالظبط. اه بالظبط، تعالى نتفرج على ماتش غزل المحله والاهلي كده. انت تحب تتفرج على كل الماتشات طبعا بالمنظر ده؟ طبعا طبعا كل فرقه ليها طبعا. جمهور وكل فرقه الاستاد مليان اللعيبه اصلا نازله هي مبسوطه بتلعب في الماتش. لعيبه المحله مموتة نفسها قدام الاهلي. ماشي. لعيبه الاهلي مموتة نفسها عشان تجيب عشان جون. تجيب جون صح. بس انا اه وجهه نظري ان الماتش الاهلي لما بيلعب فرقه كبيره زي الزمالك زي بيراميدز زي سيراميكا بالسكواد بتاعه زي مودرن دلوقتي لما فاق، دي يعتبر اتقل فرق في الدوري زي المصري طبعا اه. بالمدرب بتاعه الماتش الجديد يبقى فيه باللعيبه. مساحات. الماتش بيبقى مفتوح حلو. اه انا بحب الاهلي يبقى متعادل او خسران قبل الماتش. اللعيبه والله. بتبقى نازله خايفه من شتيمه الجمهور. اه اللعيبه بتنزل بتغل في الملعب. يعني اتفرج مثلا على واحد زي تريزيجيه الماتش الجاي هيبان، لان انا مش حابب وجوده في الملعب. اه. انا امام عاشور يرجع اركن يا تريزيجيه اقعد لك ماتشين بس على الدكه. افتكر ان انت ممكن تقعد على الدكه عادي زيك زي اي لا لاعب. هو جاي نجم. هو جاي انا صلاح. اه رافع الياقه وفي الملعب لا مش ده، ما بيشقاش زي ما كان بيشقى مع المنتخب حتى. ما هو ده اللي بقوله، هو اه جاي كويس قوي ان انا بلعب معاك. اه. نسي انا ان هو متنازل. نسي ان هو طالع من هنا. اه هو ناسي الحته دي، هو لازم يفتكرها ازاي؟ ماتشين دي اه. واتفرج على تريزيجيه ده تاني هيرجع لك احسن لعيب في مصر. ولا و- تقول لي بقى زيزو ولا امام عاشور ولا اي حاجه، تريزيجيه اه حط على ده كله. ماشي، بس بن شرقي لعيب يخوف برضه. بن شرقي اعلى لعيب بيلعب كوره واحد على واحد. طبعا. بن شرقي لعيب برازيلي بس هو مولود في دوري افريقيا. اه. بن شرقي مم. لعيب مجري ما يطلعش من الملعب حتى لو مستواه وحش. هو كوره واحده هيعملها صح هيوديك انت والجول. مم. كوره واحده هيعدي فيها في الدقيقه 80 في الدقيقه 90 في الدقيقه 100 هيوديك واحد على واحد. بس هو عنده مشكله رهيبه، امم ان هو لما بيلعب في مركزه وفي حد في نفس المركز لعيب تقيل برضه وبيدبدب وراه، انت بتحس ان اللعيب اللي بيدبدب وراه ده عامل عليه شوشره، مش مخليه عارف ما يركز بقاش مركز في الملعب بالظبط. خالص. انا متوقع تشكيل الاهلي يبقى ازاي يا محمد؟ مشكله الاهلي بكره ان شاء الله الساعه 9 في الباك الشمال. الباك الشمال مين اللي هيلعب في الباك الشمال؟ اه اه. هتلاعب بقى كريم فؤاد ولا هتلاعب عمر كمال ولا هتلاعب كوكا ولا هتلاعب مين؟ هي مشكلته في الباك الشمال. غير كده كل اللعيبه هيلعب في شكري مكان. لسه مصاب. شكري لسه مصاب. محمد هاني ما بيلعبش. عندك برضو غيابات في الباك الشمال. انت بقى علي معلول. حلو. مين اللي يلعب شمال؟ محمد شكري هيرجع يلعب شمال ويبقى كويس. محمد شكري ده لعيب ما حصلش بقى. بس هي الفكره في الاصابه جت في توقيت رخم. ياسين مرعي برضو الاصابه جت له في توقيت رخم قوي. بس هو التشكيل هو برضو بتاع الماتش اللي فات. بيكهام وداري وكريم فؤاد. وانا رايي ان هو هيلعب كوكا شمال. وفي النص زي ما هو بن رمضان احسن خط نص في افريقيا وفي الشرق الاوسط طبعا كله.
اه. ومعاه ديانج برضه ما يقلش عنه في اي حاجه. اللي يفرق عنه ان هو بيقطع احسن من بن رمضان، بس بن رمضان بيسيب الكوره احسن لا، من اي وده حد. بيلعب 6 وده بيلعب 8. اه. يعني ديانج مطلوب مركزه ان هو يقطع. بس انا رايي ان هم كل دول يجوا بعد امام عاشور بصراحه. امام عاشور لما يلعب هيقطع الكوره، بصراحه. لان هو مش اعلى لعيب جه الزمالك ولا اعلى لعيب، كان اعلى لعيب جه في مصر من 10 صحيح. سنين. صحيح. صح. ككواليتي وكاداء في الملعب هو الواد ما بيبخلش. دي ميزه امام عاشور ان هو ما بيبخلش. بس كعقليه كان نفسي يكمل في اوروبا الصراحه، ولا يرجع اهلي ولا زمالك. لا، بس الكواليتي بتاعه برضه كموهبه عظيم. ابراهيم عادل عظيم. حرام يقعد في مصر. امام عاشور حرام يقعد في مصر. في لعيبه كده خساره ان هي بتكمل في الدوري المصري، صح. خساره ان هي تلعب في الدوري المصري. في لعيبه كده مكانها ان هي لا، كمل بره، ماشي. وهتعمل لنا يا عم ربع اللي عمله صلاح، مش بس عايز نص. بس الدماغ عامله كده يا بس هي محمد. الدماغ. الدماغ يعني امام عاشور كان راح الدنمارك ومتالق هناك، مفيش بعد كده. اول ماتش جون جون عالمي. انت بقى ما تأقلمتش، حاسس ان انت مش نجم هناك، فانت عايز ترجع تحس ان انت نجم تاني. دي قصة تانية. بس خلينا نقول ان هو الاهلي هيلعب من غير امام عاشور، ويلعب برضو نفس الثلاثة اللي بيلعبوا برضو: زيزو وبن شرقي وتريزيجيه، وقدامهم جريديشار. جريديشار هيبتدي الماتش ده عشان المدرب هيبقى عايز ان هو يمسك كورة اكتر من مهاجم يخلص كورة. طب فاهم؟ لو حب يريح تريزيجيه عشان يحط زيزو مكانه، مم. يلعب مين في النص لما رقم امام 10؟ عاشور يرجع. لما امام عاشور يرجع. قفشه ما يعملهاش. لا، قفشه بيبطئ الريتم. اه. قفشه بينقل الكوره حلو، بس بيبطل الريتم. والمدرب ده او المدربين الاجانب عموما مش هتحب قفشه. قفشه يلعب مع عماد النحاس. لو عماد النحاس هو اللي ماسك الفرقه، قفشه كان زمانه هو اللي بيلعب. تحس ان قفشه بقى لعبه قديم قوي، صح؟ هو عشان الكوره الجديده كلها اللي احنا بنتفرج عليها دوري انجليزي، دوري اي حته، ما بقاش فيه لعيب رقم 10 اللي هو بياخد الكوره ويباصي، ياخد الكوره ويسلم، ياخد اه. الكوره ويعمل البينيه الحلوه، ياخد الكوره ويودي الوينج يعمل اوفر. ما بقاش فيه الكلام ده. اه. انت لعيب رقم 8 هو بقى يعمل مهام 8 و10. لعيب اللي هو زي امام عاشور كده، هو اغناك عن دور قفشه خلاص، اغناك عن دور عبد الله السعيد خلاص. تخيل انت امام عاشور بيلعب في الزمالك، عبد الله السعيد مش هيلعب. اه. طبعا. عبد الله السعيد مش هيلعب طبعا. بسنه دوت، بس انت عندك حد ينقل الكوره زيه؟ لا. ما عندكش، فعشان كده بتلعب عبد الله السعيد. لحد سن 41 سنه. بس وهو الوحيد اللي بيطلع كوره وانت عمال تضغطه. انا مستني ماتش اهلي وزمالك بتفرج على عبد الله السعيد قدام الزمالك بعد 8 ماتشات بيلعبهم اساسي. مش هتلاقيه في الملعب. انا مستني ماتش الاهلي بصراحه، عشان لعيبه كتير في الزمالك. يعني في لعيبه كتير عارف ان هي هتبقى عاليه قوي، مم. زي شيكو بنزا، زي اخوان الفينا. ده الاخوان الفينا بصراحه عايز اشوفه هو هيبقى لعيب تقيل فعلا ولا ما. الماتش كبير ولا لا؟ اه. الماتش كبير. ولا هيبقى لعيب اللي هو عادي بتاع بتاع الفرق الصغيره. اللي هو وسط الدوري والكلام ده. مظبوط. فانا مستني بصراحه. اه، وهيبقى ماشي. ماتش حلو. هيبقى ماتش حلو. هيبقى ماتش جامد. ومش هتتوقع له نتيجة. ماتش الاهلي والزمالك. بأداء الزمالك دلوقتي اه. وبأداء الأهلي دلوقتي ما تتوقعلوش. لا. بس ممكن قبلها بثلاث ماتشات الدنيا تختلف. هو عامه ماتش الاهلي والزمالك ما حدش يتوقعه. وقول لي تتوقع مين بيراميدز هيبقى نجم مش نجم الماتش عشان هم يشيلوا ثلاثة إن شاء الله من الأهلي. قول لي مثلا إيه اللي أنت حاسس إن هو مثلا هيعمل فرق. وفي نفس الوقت قول لي كده مين اللي هيلعب مكان الشيبي. قول لي كده مين اللي هيلعب مثلا جناح يمين، مين اللي هيلعب جناح شمال. مبدئيا هو نزل التشكيله خلاص. مم. آه، جلال هيلعب مكان الشيبي. مم. خلاص. وده حاجه حلوه جدا ان هو ما نزلش احمد توفيق. أحمد توفيق، يا ريت أحمد توفيق يلعب. طبعا. يا ريت. طبعا. طبعا هو خلي بالك على بيطرد في لحظه، ايوه بيعمل ايوه، لك اول ربع كارثه. ساعه ناخد الماتش بيعمل خلاص. هو اول ربع. الراجل هرشه. فاهم؟ هو الراجل ده قرع بس ذكي. ايوه. هرشه. مرعي وسامي في قلبين دفاع. ماشي. مم. مهند لاشين اه. وتوريه مم. والكارتي مم. دول خط نص الملعب. مم. آه، مجدي مم. هيلعب قدام على اليمين. مايلي مهاجم ايفرتون اللاعب البرازيلي الجديد. انا حاسس اه. بامانه مم. الماتش ده هيبقى الماتش بتاع ايفرتون. ايفرتون. اه. بص هو الاهلي دفاع عنده برضه فيه اصابات وعنده غيابات، بس الاهلي الشناوي عايز يثبت ان هو احسن من شوبير، والظروف اللي عنده برضه عايزه تخليه مركز في الملعب اكتر. وشوبير عايز لو لعب هو اللي مكان الشناوي عايز يثبت ان هو يستحق عن شوبير يلعب اكتر. ايوه. فالاهلي هيبقى واقف على رجليه في الملعب، مش هيخش فيه جوان بسهوله. شايف الماتش يخلص كام يا محمد؟ 3-0 الاهلي. 3-0. استريح ان شاء الله. ان شاء الله. 3-0. ان شاء الله. والمدرب ده هيكمل ان شاء الله مع الاهلي. بس هو عايز ماتشين مكسب بس ورا بعض. الفرقه تاخد الثقه في المدرب والمدرب ياخد الثقه في اللعيبه. المدرب ده هيودي مع الاهلي، لان هو بيلعب كره هجوميه تليق مع الاهلي. اه، بيركز في العمق، ما بيلعبش على الاطراف كتير.
اه. بس المدرب ده احنا شفنا ان هو بيحاول ينفذ حاجه في الكرات الثابته، بيحاول ينفذ حاجه من اللعيبه، ومن الاخر كده هو راسي خلاص على التشكيل. لسه بس لما امام عاشور يرجع هيديله الدفعه الاخرانيه ان شاء الله، اللي هو محتاج، اللي هي تديله ان انا اكسب اي حد. ولسه القرار بتاع انه يقعد تريزيجيه، انا لو عمل القرار ما هو ده امام هيبقى عاشور لما يرجع تريزيجيه لازم يريح ماتشين، وبعد كده بقى هو يلعب ماتش، زيزو يلعب ماتش، حسين الشحات يلعب ماتش، بن شرقي يلعب ماتش، مش فارقه. وانا بقول لك هيجي على بن شرقي، الحيطه المايله في النادي الاهلي، وهيقعده انا وهيسيب معاك تريزيجيه. انا معاك بس انا معاك برضو ان بن شرقي بادائه في الملعب بيدي اي حد ان هو يتكسف ان هو يقعده جنب عبد الفتاح. المفروض كده، المفروض. لا بس هو لا، الاداره واللعيبه برضو بتحس ان وجوده مهم في الملعب، اه ولازم هتوصل ده للمدرب. لازم، اصل ما فيش مدرب ما بيتكلمش مع اللعيبه، واللعيبه ما بتتكلمش مع المدرب، اكيد في كلام. ماشي، بس تريزيجيه ليه تقل قوي جوه اوضه اللبس يعني تريزيجيه بصراحه. عايز يقعد ماتشين دك، لازم. ماتشين دك، علاجه كده. علاجه كده. اه. في لعيب لازم يتقرص من الدكه عشان يعرف نعمه الملعب، هو تريزيجيه محتاج. اه. مع ان تريزيجيه ده اقرب لعيب لقلبي، اقرب لي من صلاح، اه. بس اداؤه في الاهلي يخليني برضو، اصلا الاهلي بالنسبه لي هو اقرب حاجه، مم. فانا لازم احب النادي اكتر ما بحب اللعيب. صح. فانت ريح بس ماتشين وارجع تاني، مش اكتر يعني. هيودي هيبقى احسن لعيب في مصر.